قالت له افصل الراس عن الجسم لحد ما الطفل مات، وضاربينه في الارض لحد مره واتنين. حلقه النهارده مش جريمه قتل عاديه ولا جثه مجهوله، ده قضيه حقيقيه اتفتحت بجثه وانتهت بثلاث جرائم، زوج وزوجته وطفل رضيع. وظابط المباحث اللي حقق فيها قال جمله واحده بس: طول خدمتي ما قابلت الشيطانه بالشكل ده. ومن كلامه هنسمي الحلقه الشيطانه، ده عنوان حلقتنا. ولو شايفين ان كلمة شيطانة قليلة عليها قولوا رأيكم بعد ما تسمعوا القصة كاملة. بداية الواقعة سنة 1989. ضابط المباحث اللي بيحكي معانا قال انه كان رئيس مباحث امبابة، جاله بلاغ الفجر بوجود جثة على ترعة المريوطية قبل كرداسة. راح للمكان، لكن اول ما وصل عرف ان القضية قضية مش عادية. اللي قدامه جثة لسيدة بدون رأس، بدون ملابس، ملفوفة في حصيرة بلاستيك، وواضح جدا ان القاتل كان ناوي يرميها في الترعة، لكن الحصيرة علقت في البوص والهيش اللي موجود على الترعة فما نزلتش البحر. الطبيب الشرعي قال كمان ان القتل من ساعات قليلة جدا، يعني الجريمة حصلت واترمت في نفس الوقت، ومفيش اي هدوم ولا بطاقة ولا اي دليل يدل عن مين القاتل ومين الشخصية المجهولة دي. كأن القاتل فاهم شغل المباحث في الوقت ده كويس جدا، وشال كل خيط ممكن يوصل للضحية. مفيش غير علامتين، وهي حرق في الفخذ ووحمة في القدم. بدأت رحلة البحث في بلاغات الغياب وفي كل المحافظات القريبة من الجيزة ايام طويلة بدون نتيجة، لحد ما ظهر بلاغ من الفيوم. بتبلغ باختفاء بنتها في نفس اليوم، وعرضوا عليها العلامات. الام قالت دي بنت، وانهارت. نزلت المشرحة واكدت ان الجثة بنتها، وعملوا التحاليل واتاكدوا ان الجثة دي بنتها فعلا. وهنا بدأت القصة الحقيقية اللي هتصدمك بجد. لغز اختفاء الزوج. الام قالت للمباحث ان بنتها دي متجوزة من حارس عقار في فيصل، لكن المفاجأة جوزها نفسه مختفي من 3 شهور، خرج من البيت وما رجعش. عملت محضر بغيابه، قالت ان هو مسافر. اخواته شكوا فيها لان كان فيه خلافات بينهم، ولانها كانت بتتصرف بطريقة غريبة شوية. كل ما الست دي تشوف جثة في المشرحة تصرخ وتقول ده جوز، وفي الاخر يطلع مش جوزها، لكن مفيش دليل. القضية اتقفلت، لغز اختفاء فقط، لحد ما الزوجة نفسها اتقتلت. وكمان الام قالت جملة قلبت القضية بشكل كامل: اخر مرة نزلت القاهرة كان معاها طفل رضيع، وللأسف ما رجعتش ولا الطفل رجع. هنا بقى عندنا زوج مختفي، زوجة مقتولة، طفل رضيع مختفي، يعني 3 ألغاز في قضية واحدة. ظهور المتهم بدأت التحريات ان هي تظهر ان في شخص اسمه هاني مالك العقار اللي جوزها كان بيشتغل فيه وهم موجودين فيه. قالوا انه كان محجوز في مستشفى وقت الجريمة، لكن لما المباحث رجعت الاوراق ووصلت للمستشفى وعرفت ان الحجز ده كان وهمي، يعني الشخص حجز وما جاش، اختفى. بعد كده تم استدعائه وكان مرعوب جدا. بدأت بمناقشة عادية لحد ما انهار، وهنا بدأ الاعتراف. هاني اعترف ان العلاقة بينه وبين الزوجة بدأت قبل اختفاء الزوج، وكانت الست دي مسيطرة عليه وقوية جدا، وقالت له عايزة اخلص من جوزي. هاني رفض، لكن الست دي هددته بالفضيحة ورسمت خطة شيطانية. قالت لجوزها ان خالها مستنيهم يعمل بينهم صلح في منطقة صحراوية بالبحيرة. الزوج صدق وراح معه. هنا كان هاني مستني في لحظة غدر انتهت حياته. لكن الصدمة مش هنا بس، بعد ما جوزها مات قالت له افصل الراس عن الجسم، وبالفعل هاني فصل الراس عن الجسم وخد الراس في مكان بعيد ورماه. بعد قتل جوزها سيطرت على هاني بالكامل زي ما كانت بتعمل مع جوزها، استنزفته ماديا ونفسيا وهددته بالفضيحة، وقالت ان الطفل ابنه مش ابن زوجها، يعني الطفل ابن هاني مش ابن جوزها خالص ولا له علاقة بجوزها، وبقى اسير تحت تهديدها لحد ما قرر ان هو يتخلص منها. وامه واخته وصديق معاه ساعدوه في الجريمه دي، خططوا للتخلص من الست دي، استدرجوها للبيت وقتلوها ولفوها بملايه وقلعوها لبسها وقطعوا راسها ورموها. بعد ما قتلوا الام الطفل الرضيع فضل يعيط، خافوا يكتشفوا وان الناس تعرف مين ده والطفل ده ابن مين. راحوا ماسكينه وضاربينه في الارض لحد مره واتنين لحد ما الطفل مات، وخدوه في قفه وحطوه في القطر وسابوه يروح المحافظات البعيده لحد اسوان. وبالفعل لما رجعوا للمباحث ودوروا في القضايا لقوا فعلا ان في طفل كان محطوط في قطر في اسوان. وكانت النهايه بعد اعتراف هاني تم كشف كل الجرائم، وصلوا لجثمان الزوج واستخرجوه وربطوا القضايا ببعضها، زوج وزوجته وطفل، و3 جرائم قتل في ملف واحد. المحكمه حكمت
باعدام المتهم الرئيسي وامه واخته ومؤبد لصديقه. ضابط المباحث انهى بجمله معينه، قال ان دي مش قضيه قتل، دي قصه شيطانيه حقيقيه. بعد ما سمعتوا القصه كامله قولوا لي بصراحه، هل اللي حصل ده ممكن تعمله انسانه ولا فعلا كانت شيطان؟ اكتبوا لي ارائكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك ومتابعه للصفحه عشان القصه الجايه من ارشيف المباحث هتكون اقوى واخطر. اشوفكم على خير في فيديو جديد، سلام.